اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده الفيديو ده زي ما قلت لكم هيبقى مكمل للفيديو الاولاني. احنا اول فيديو عملنا ايه؟ عملنا صب الشمع. ايه هو الشمع اللي ممكن نستخدمه في القوالب؟ اتكلمنا عن الشموع كلها، وقلت لكم النهارده هننقي نوع معين وهو كان النخيل مع الاموج. اتكلمنا عن النسب بتاعه الخلط بتاعتهم، واتكلمنا على درجات الحراره، واتكلمنا عن كل حاجه. فاللي لسه ما اتفرجش على الفيديو ده يدخل يتفرج عليه. الفيديو المرة دي هيبقى بس ان احنا بنطلع الشمع من القوالب عشان نشوف الكواليتي بتاعتهم. يعني استخدام الشمع بتاع الاموج مع النخيل هيطلع لنا شمع نوع ايه. الناس اللي كانت بتسأل على الألوان، أنا في الفيديو ده ما استعملتش ألوان علشان أنا عايزة أوريكم الشمع زي ما هو. عايزة أوريكم اللون بتاعه، هل هيصفر شوية، هل هيبقى لونه أوف وايت ولا أبيض قوي. يعني فاهمين الحاجات دي بتبقى مهمة، وفي ناس كتير بتبقى عايزة تعرف. في طبعا انواع شمع بتصفر اللون شويه، يعني بتلاقي الشمع مش ابيض كده ناصع البياض، لا بتحسي ان هو مصفر شويه او اوف وايت. فعشان كده ما حطيتش الوان النهارده عشان تشوفوا الشمع زي ما هو بعد ما خرجته من القوالب. يعني موضوع مقصود. اوكي، الفيديو الجاي هنتكلم عن الالوان، وهنتكلم عن ازاي نخلطها كويس، وهنتكلم على درجات الالوان ونوعها ايه وكل حاجه. دي خلاص القلب ده حاجة بسيطة، دي لسه ودي لسه ودي لسه، دي لسه دي لسه دي لسه. استنى عليهم كمان شوية. بعرف ازاي ان هي خلاص؟ بمسكها كده من تحت، لو لقيتها سخنة يعني لسه، لقيتها بردت يعني خلاص. بس انا شايفاهم معظمهم سخنين، يعني الرفيعين دول خلاص. وكده نكون خلاص الشمع نشف. نبتدي بقى نشيله من القالب بتاعه واحدة واحدة كده. تاني مولد بيطلع، عايزه اقول لكم بسهوله جدا، يعني فعلا شكله هيبقى حلو. واو، تحفه تحفه. انتوا شايفين الجمال؟ تحفه. هو بس زي ما بقول لكم عيبه ان حجمه صغير، بس هو حلو قوي. القلب نفس الكلام، بيطلع بسهوله جدا.
دول الاتنين انا سبتهم اوفر نايت عشان اتاكد كويس ان هم خلاص نشفوا. ابتدي بدي، حاسه ان انا عايزه ابتدي بدي اكتر. بصوا، هو في ناس بيقوموا قاصين القالب من هنا كده بالطول عشان يسهل عمليه ان انا افك الشمع من القالب، ودي فكره مش بطاله، بس هي بتبقى اصعب لما انتوا تيجوا تصبوا، علشان لو مش مقفوله كويس هتلاقوا ان الشمع كله بره، وهي دي البواخه بتاعتها. بس غير كده هي الطريقه حلوه يعني، لو انتوا عرفتوا تسكيورت وان هي ما تعملش يبقى تمام. شدها بقى لتحت بالراحه. بصوا الورد لذيذ. شايفين السطح بتاعها ناعم ازاي؟ يلا الحمد لله. قالب الدبدوب الكبير ده بجد تحفه، من احلى القوالب اللي انا اشتريتها من شي ان، ولو انتوا بتفكروا تشتروا قالب بصراحه انصحكم بيه جدا، سواء كان قالب الدبدوبه ده اللي هو حجمه كبير، وكمان القالب التاني اللي هو ده بيبقى عامل كده زي دبدوبتين مع بعض كانهم توينز. وكمان عجبني جدا في المره دي او الشروه دي من شي ان، عجبني القالب ده بتاع الورد، وده انا متخيلاه بالوان مختلفة عشان يبان فعلا حلاوته وتفاصيل الورد اللي فيه. واخر حاجة عجبتني في الشروة دي او من شي ان هو القالب بتاع الدبدوب ده، لانه فيه تفاصيل ورد كده كتيرة صغيرة جنب بعض، فحساه هيكون في الفالنتاينز حلو قوي او كمان كهدية. دور بقى عليكم تقولوا لي ايه اكتر قالب عجبكم من القوالب دي، اكتبوا لي تحت في الكومنتس اكتر قالب عجبكم. هوريكم كل الاشكال اللي عملتها النهاردة علشان تعرفوا تختاروا براحتكم. الاسبوع ده هنزل فيديوهين، الفيديو الاولاني هيبقى عن تلوين الشمع زي ما وعدتكم، والفيديو التاني هيبقى عن توزيعات السبوع او اعياد الميلاد. الاتنين فيديو اتصوروا والاتنين احلى من بعض. هخلص بس الاديت وانزلها لكم على طول. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.